ما تقلقوش احنا اللي هنأذيهم. وده وعي، الفن عمل وعي دلوقتي. ايه علاقة مسلسل لام شمسية بالواقع بجد، او ايه الجانب الحقيقي من القصة دي؟ قضية الطفل ياسين اللي انتشرت في خلال الايام اللي فاتت بتثبت ده جدا، وشفنا فيها حكم سريع جدا على الجاني المؤبد، ودي كانت واحدة من اهم القضايا واكتر القضايا اللي اتسلط عليها الضوء بسبب الزخم اللي عمله مسلسل لام شمسية على السوشيال ميديا. الناس بقى عندها وعي ان هي تاخد حق عيالها من غير ما يخافوا من الناس هتقول عليهم ايه، وده بقى الدور الحقيقي للفن اللي دايما بحب اتكلم عنه. لام شمسية بالتأكيد ساعد القضية دي ان هي تظهر للنور بشكل اقوى. المسلسل ده سبب في سرعة صدور الحكم بسبب الضغط المجتمعي اللي كان حاصل بسبب المسلسل، ان ازاي ناخد حق طفل زي القمر زي ده ونحاكم زي ده. لام شمسية عمل درامي كبير ومهم جدا، ونجاحه مش مقتصر لمجرد ان هو حلو او ان هو كسب انتاجيا، بس لانه بيخلي الناس تفكر وتفهم وتقرب من القضية دي بشكل اكتر، وخلى الناس تعرف تدافع عن الضعيف وتاخد حقه. والضعيف هنا مش الضعيف سلطة، الضعيف هنا ممكن يكون ضعيف كطفل هو خايف ان هو يقول على اللي حصل له او ان في حد بيتعدى عليه. ارجعوا لنا قولوا لنا ان حد لمسكم بطريقة غلط، لو حد قال لكم هنأذيكم، لو حكيتوا لاهلكم برضو احكوا لنا.